السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ لو انتي اول مرة بتشرفيني النهاردة على قناة ست البيت لولي، اهلا وسهلا بيكي. ارجو منك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ولايك حلو من ايديكي. النهاردة هنعمل مع بعض كباب حلة زي ما انتم شايفين كده يا جماعة قدامي اهو. دي اللحمة بتاعتي اهي، انا قطعتها وسط، عايزة تقطعيها اقل من كده براحتك. عندنا شوية توم وشوية بصل مفرومين، وده كيلو تقريبا يا جماعة من البصل المتقطع زي ما انتم شايفين كده. يعني البصلايه كده مقطعه كأنها يعني اكبر من السلطة شوية اهو زي ما انتم شايفين. والبصل هنا اساسي يا جماعة. وهاخد منها معلقة سمنة، انا بستخدم سمنة كريستال حلوة جدا بتريحني. يلا بينا نشوف الخطوات ونشوف هنعمل ايه. كتير يعني مش بمعنى انك ما تحطيلوش بهارات كتير، هو فلفل اسود تمام، فلفل اسود. اكتر من كده مفيش ورقة لورا مثلا، يعني مفيش اكتر من كده. شايفين اللون ده يا جماعة؟ هو ده اللون، كأنها متحمرة كده اهي، كأنك سلقتيها وحمرتيها بالظبط اهي. هو ده اللون اللي انا عاوزاه. انا عايزه انزل البصل واللحمه واخده لها ايه، صدمه كويسه علشان البصل ياخد من طعم اللحمه اهو. كده خدت اللون اللي انا عاوزاه اهو. انا محبتش ان انا اطول الفيديو عليكم وهي بتتسوى علشان ما يبقاش الفيديو طويل عليكم قوي اهو. هنزل بقى دلوقتي بشويه بصل مع شويه توم اهوت. ادي شويه توم الاول، شويه بصل كده مع قرن فلفل حراق، مش عايزه حاجه حراقه براحتك اهو. كده الاول كده تحطيها على النار كده. ريحه بس كده البصل مع الثوم يطلع، وبعد كده هنزل بقى بالبصل بتاعي عشان تخش بقى في التسويه اهو. كان فيهم حته كبيره شويه انا قطعتها كده. دي موزه يا جماعه عشان لو حد بيسال على القطعيه، دي موزه اهو. احنا عارفين الموزه بتستوي بسرعه. في الحله دي دلوقتي يا جماعه انا هنزل بشويه فلفل اسود، عود واحد بس من القرفه، مش هحط اكتر من كده، بس كده. بعد ما احط التتبيله بتاعتها هوطي عليها شويه، خلي النار وسط. وهنزل بقى يا جماعه بالبصل بتاعي اللي انا مقطعاه، ده كيلو من البصل تقريبا يا بنات. هنزله كده واحده واحده. اللي جواه الصف الباقي هحطه مره واحده اهو. الوصفه دي حلوه جدا، تنفعك في عزومه تسد، تنفعك في يوم كده انت مثلا مستعجله تقطعي شويه بصل مع تشوحي بيها اللحمه، وتنفع برده بالفراخ يا جماعه اهو. خليه كده كله في بعضه. هتقولي البصل كتير، لا انا هقولك ان نص ساعه بالظبط وهتلاقي البصل ده ما بقاش الا نص بس. البصل ده لما يكرمل بقى في الاخر هو ده الطعم بقى اللي احنا عايزينه اهو. في الحاله دي انا هوطي عليه وهسيبه لحد ما ينزل ميته، مش هزود ميه من عندي، وهي الميه مع اللحمه مع البصل هتنزل الميه بتاعتها. وفي نص السوا كده هبدا ان انا ازودها شقشاق ميه صغير تدريجيا، يعني كل ما تحتاج هنزلها شويه ميه مغليين صغيرين، مش هغرقها ميه. كده يا جماعه شايفين البصل بتاعي كده بدا يدبل ازاي؟ كل ده على فكره هي ايه، لسه ما نزلتش غير يعني حاجه ميه بسيطه قوي 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 اهوت، يعني كمان ما هيش باينه قوي كمان اهو. شايفين البصل يا جماعه دبل ازاي؟ البصل ده هيختفي في الاخر، يعني هيبقى نص تقريبا او اقل كمان من نص. عشان كده انا بعمله من الاول بيبقى كتير شويه، يعني مش اقل من كيلو بصل. علشان تعملي كباب حله صح لازم كيلو بصل زي ما انت شايفه كده. اول ما يخش في السوا الحقيقي بقى هوريهولك تاني. تعالي بقى ندس كده ايه
برامين رز معمر مع بعض. انا غسلت الرز اهو زي ما انت شايفه وصفيته. هحط له كده ايه الملح بتاعه. انا كنت عملته معاكم قبل كده على القناه بتاعتي في الاول خالص، كان اول فيديو تقريبا ليا على القناه اهوت. انا حطيت ملح يا جماعه، حطيت معلقه ونص ملح هنا ومعلقه ونص ملح هنا، معلقه ونص ملح من المعلقه الصغيره عشان محدش يتلخبط. خلاص اهو. طيب هزود دلوقتي في الحاله دي بقى ميه، وبعدين لا ازود لبن الاول. اللبن بتاعي يا جماعه لازم يبقى سخن اهو. انا بدس عاده بلبن بقري، مش بدس بلبن جاموسي كتير اهو. زي ما انت شايفه كده اللبن بتاعي يبقى سخن خلاص. وبعد كده هزود بقى ميه برضو يا جماعه. الميه يعني نوعا ما تبقى سخنه او تبقى يعني ايه دافيه اهو. هبدأ بقى اقلب الرز بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب دلوقتي هعمل ايه بقى عشان الوش بتاعه يبقى حلو كده؟ ان انا مش هسويه في الفرن على طول، لا انا هحطه الاول تحت الشوايه يعمل وش، وبعد كده هحطه بقى في النص على درجة حرارة 180 حسب الفرن بتاعك. المهم يبقى الفرن حامي عليه لكن هو يبقى في النص عشان الوش بتاعه كده. هحط ايه معلقة من القشطة على كل صينية. انا البرام ده هخليه النهاردة والصينية دي اليوم تاني علشان يعني ايه بالمرة، يعني بدل ما ابقى اقف تاني اهو. ولما بيطلع بحط له معلقة من السمنة البلدي او اي سمنة عندك اهو. بعد ما يحمر الوش بتاعها هوريهولك. يا جماعة كده بعد ما اللحمة بتاعتي استوت والبصل، شايفين البصل نزل ازاي؟ شايفين البصل كش معايا ازاي؟ بس كرمل وبقى زي السكر. شايفين كده يا جماعة؟ هحط لها بقى دلوقتي ملح، لان انتوا عارفين ان احنا ما بنحطش للحمة ملح غير بعد ما بتستوي او تقرب على السوا اهو. ارجو منك الدعم واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واللايك من ايديكم يا بنات اهو. هحاولك عليه تقريبا كده ايه معلقة اهو. عايزه تحطيها شويه في الفرن برضو براحتك، انا مش هحطها في الفرن، يعني مش محتاجه ان اخش الفرن اهو. كده كان كباب الحل بتاعنا معانا اهو زي ما انتم شايفين. هوريكم بقى كمان الرز المعمر بعد ما خلص. بنات كده الرز بتاعي بعد ما خلص اتاكدت ان هو استوى. طبعا زي ما انتم شايفين كده انا حاطاه في النص، الفرن في النص لحد ما استوى اهو. وقبل ما بيطلع كده من يعني قبل بقى ايه ما اكون طفيت عليه باجي ايه شويه ميه كده بساط علشان الرز ما يلزقش مني اما اجي اغرفه اهو. ارجو منك الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس واللايك من ايديكي مش هيخسرك حاجه. شكرا يا حبايبي، ارجو يكون الفيديو عجبكم. سلام عليكم.